الانتصارات ونريد ذاك الذي حققه المنتخب الوطني المغربي قبل من 20 سنة والتتويج بكأس العالم. والرياضة الوطنية دائما نتمنى أن تكون دائما في الأعالي محلقة. الآن الكل يتابع، الكل يرصد التجربة المغربية والرياضة المغربية والظهور لكرة القدم الوطنية المغربية في المحافل الدولية. هذا الخصم شانتي كوتوكو أمر طبيعي أن يتأثر. لماذا؟ لأنه يتحدث عن البلد الذي أصبح بطلا للعالم. نعم صحيح أنه أقل من 20 سنة، لكن هذا هو المستقبل القادم. هذه الأسماء القادمة التي بإمكانها تحمل المشعل. التشكيل الأساسي، الصورة الرائعة الجميلة في المدرجات. نظرة على الطاقم التحكيمي الذي يقود هذه المباراة. توغو الحكم الرابع أيضا من توغو بليمينبي ومن كابفيردي. ستعطى ضربة البداية بعد لحظات. سنتابع صراحة أجواء جميلة جدا نحاول نقلوها لكم مشاهدينا الكرام أكثر فأكثر. كتعطى انطلاقة ديال اللقاء. فريق الوداد الرياضي إذا بالأقمصة الحمراء مخططة بالأبيض. فريق شانتي كوتوكو سيلعب الأقمصة الخضراء سلوى السوداء. في المحاولة الأولى من جانب فريق الوداد فرصة محاولة الهدف الأول، فرصة تسجيل، إمكانية تسجيل كانت واردة. لا تزال المحاولة مستمرة للوداد الرياضي من الجهة اليسرى. البحث عن من؟ البحث عن الاستمرار عن تمريرة عرضية جانبية رأسية. جول 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 جول. خير البداية ما تبعناه منذ لحظات. خير البداية ما تبعناه منذ لحظات. بداية موفقة، كرة عرضية جانبية. نعم في الشباك مستقرها. النوري حمزة يبدع بتمريرة جات جانبية عرضية، والاستثمار يأتي من خلال الكرة اللي شفناها منذ لحظات، اللي تم التألق من خلالها منذ لحظات. هذه الكرة، هذه الطريقة التي بنيت من خلالها. في الأول كان ممكن يكون الهدف، في البداية كان ممكن يكون الهدف، لكن بعد ذلك كان هناك تأخر، كان هناك تردد، كان هناك البحث لتهيئ كرة ثانية التي تم التعامل معها بنجاح. عرضية جانبية راسية والهدف الأول. كرة في شباك من؟ في شباك شانتي كوتوكو. كرة في شباك هذا الفريق الأولى. هذه المفاجأة التي أتت في الدقائق الأولى، إن لم نقل في الثواني الأولى، كانت سارة لجماهير الوداد وسارة لمحبي فريق الوداد. تمريرة عرضية ومباشرة صوب بن عبيد الشمالكي وقبله رفقة فريق الفتح الرياضي. كرة أمامية مرة ثانية والتحضير من الجهة اليسرى. البحث عن إمكانية الانسلال، البحث عن إمكانية لورش يرفع كرة من جديد. لمسة لورش يواصل، لورش يمرر تحضير، وفي آخر مطاف الدفاع يبعد الخطورة إلى كرات على مستوى الخط الدفاعي، لكن يجد الصعوبة أمام الهجمات والحملات الودادية. كرة من جانب فريق الوداد الرياضي، تحضير بهذه الكيفية داخل منطقة الجزاء، لكن التغطية تعود مرة أخرى للوداد. يا سلام، تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. الأميرات بذكرية اللوسيس حاضرة المحيط اللي عنده أيضا مقابلة مهمة يوم غد مع الفريق التونسي. كل التوفيق لفريق الأولمبيك أيضا أولمبيك أسفي. شوفوا الطريق صافرة، كرة للوداد تنفذ أرضية، فرصة تسديدة ولكن مباشرة إلى خارج وقت الملعب. هيئت تم تحضيرها بشكل جيد، ولكن سيسكي هدوء بدون تسرع. ايضا قراءة جيدة لرقعة الملعب ممتازة. كتمشي عند ايوب بن بوشتا، تحضير في الجهة اليسرى، عملية هجومية محاولة اختراق المرور، تمرير عرضية، فرصة ولكن مباشرة صوب الحارس. حوار داخل منطقة الجزاء، تمرير عرضية بن عبيد في المكان المناسب وبعد الخطر، يزيح الخطر فريق الوداد الرياضي. نتابع هذه الكرة، تمرير رأسية وهدف. هدف يأتي بهذه الكيفية، كرة ثابتة من ركنية يتم التعامل مع هذه الكرة. لاحظوا بأنه هدف أمام مجموعة من اللاعبين. بن عبيد ما تمكنش من إبعاد الخطر، فجوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد. ما يحدث الآن هو أن فريق شانتي كوتوكو يريد أن يطمئن نفسه على أنه الأمور لم تحسب بعد. هذا الهدف كان من الواجب تجنبه، لكن حدث ما حدث. كرة في الركنية ثابتة رأسية، وبعد ذلك يضع الكرة في المرمى. يا بن عبيد يا بن عبيد يا بن عبيد، كرة بهذه الكيفية ومباشرة في اتجاه بن عبيد، لكن لم يتمكن من إزاحة الخطر الكبيرة. كرة جات باللاعب اللي جاء من الخلف واللي عرف كيفاش انه يرتقي امام الجميع، ثم بعد ذلك يضع الكرة في المرمى.
كرة لصالح فريق الوداد الرياضي من الجهة اليسرى، الانطلاق البحث عن لورش، الامكانيه في التمرير العرضي الجانبي، ومن بامكانه ان يكمل هذه الكره، من بامكانه ان ينهيها راسيا مباشره. عزيز يسدد والكره مباشره صوب الحارس. هدف واحد داخل كل مرمى مشاهدينا الكرام الى حدود اللحظه، الى حدود الدقيقه 26. الوداد كان السباق للتهديف. كره وداديه، محاوله من الجهه اليسرى، عمليه هجوميه ممتازه من لورش، كره الهدف، جول الوداد يفرح الجميع، الوداد يقدم المطلوب، الوداد يبدع. كرة بتمريرة عرضية جانبية، دخول داخل منطقة الجزاء، وضع الكرة في الشباك أمام انظار حارس ودفاع يظهر على أنه لم يتمكن من إبعاد خطر ودادي من خلال عملية هجومية منسقة. بن هاشم يخلي العزيمة دائما تكبر وتستمر من جانب لاعبي فريق الوداد الرياضي. شوفوا الطريقة، شوفوا الكيفية، شوفوا التمريرة كيف أتت، كيف لعبت. خطأ على مستوى التمرير، جات الجهة اليسرى اللورش، الاستفادة، الانسلال، الدخول داخل منطقة الجزاء والتمريرة رائعة. وعزيز عزيز على الكل، كيف فعل كي وضع في الشباك. مازال ما نقص لعبها بالمطلوب، بالطريقة المطلوبة، وحتى الجمهور رائع. هذا الجمهور الذي يتواجد في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس ويتابع هذه المقابله. كره اماميه ممتازه، راهي مرفوعه من الحكم المساعد، لا اعتقد فيها تسلل لانه حتى الحكم الساحه لم يوافقه الراي ويعلن. لاحظوا بانه حتى اللاعبين الغانيين عندهم مهارات جيده، يحاولوا ما يضيعوش الكره. لاحظوا التمريرات، تهيئ الكره بهذه الكيفيه، اللاعب اللي وحده فارغ تماما في غياب المراقبه، في غياب لاعب اللي بامكانه انه يكون سد منيع. تجي التسديده وتجي الفرصه بهذه الكيفيه تحديدا كانت صعبه. فيريرا كره نشأ اليسرى، انطلاقه عن طريق امين ابو الفتح ينسال، يدخل يخترق، عمليه ممتازه. كره للوداد وضربه جزاء لا غبار عليها، ضربه جزاء واضحه. نعم، ضربه جزاء واضحه. الحارس سقط في المحظور وحتى المهاجم بكي صراحه. ضربه جزاء واضحه لان التدخل ديال الحارس مشى للرجل ما لمسش الكره. لاحظوا الجماهير التي تتابع ما يحدث في الوقت اللي هنا احتجاج من لاعبين فريق اسانتي كوتوكو. غادي نشوفوا الاعاده. لاحظوا هنا التمريره في العمق، محاوله جيده صوب ناسي لمس الكره اولا. لاحظوا هنا الطريقه ديال الوصول الكره اولا من جانب ناسي، لمس الكره، بعد ذلك الحارس لاحظوا التدخل كيلمس ناسي وسقوط. ضربة خطأ أو ضربة جزاء، لورش يتقدم. جول بأي الطريقة، ببرودة دم كبيرة، بتسجيل من لورش، بإبداع من لورش، وضع في الشباك على حساب السانتي المستقبل ل3 أهداف اليوم. هذا لورش الذي أبدع في وضع الكرة في الشباك ببرودة كبيرة جدا. وضع الكرة في الشباك، أعلن من خلالها عن الهدف الثالث للوداد، الهدف الثالث عن طريق الأفراح في المدرجات. نعم، هدف ثالث، لكن يأكد على أن الوداد الأقوى، يأكد على أن الوداد الأحسن في مسار هذه المباراة ككل، في طريقة تعامل هذه المباراة ككل. شوفوا هنا الطريقة والأسلوب اللي جات من خلاله هذه الكرة. الوداد يسجل الثالث ببراعة، الوداد يسجل الثالث بشكل مميز ورائع. لاعب بإمكانه يلقى الحل في أي لحظة، كرة في خط الوسط، تمرير، اختراق، بحث عن المرور، ما كاينش تسلل اطلاقا. عمليه هجوميه ممتازه، دخول ممتازه، جول
للوداد. الرابع في شباك الغاني، الرابع في شباك الفريق الغاني. هدف رابع من جانب الوداد يسكن شباك سانتي كوتوكو. الهدف الذي يأتي بهذه الكيفية وبهذه البراعة وبهذه الكيفية وبهذه الصورة الجميلة والجماهير في المدرجات السعيدة. إنه الوداد يا سادة، إنه الوداد الذي يحلق عاليا نعم في سماء الكونفدرالية الأفريقية ويسير يؤكد نفسه، يؤكد حقوقه وحضوره وطموحه نحو انتزاع لقب النمانة. زمراوي وضع الكرة في الشباك، زمراوي سدد بدون ارتباك، زمراوي يؤكد على أنه اليوم قادر على أن يساهم في التسجيل، وذاك ما فعل حارس. بعض اللاعبين في سقوط على رقعة الملعب من جانب الفريق الغاني. كرة جات مغربية، محاولة في خط الوسط، انطلاقة عن طريق ناسي ماذا يفعل؟ الانسلال، محاولة البحث عن الحلول في الخط الأمامي مغربية من جانب فريق الوداد، محاولة التسديد ديال بحثو الجهة اليمنى الجهة اليسرى، الاختراق، الدخول، إنه بوشواري من الجهة اليمنى الذي تمكن من تسجيل خامس الأهداف. إنه الوداد يا سادة الذي يتألق، نعم إنه الوداد الذي يسير عاليا ويؤكد على أنه يضرب بقوة. إن الرسالة الغير مشفرة قبل الديربي، إنه الحوار الذي يأتي بهذه الكيفية على المستوى القاري، في انتظار ما هو قادم، في انتظار المواعيد المقبلة، في انتظار الحوارات المقبلة. هنا الحوار، هنا النقاش، هنا بن هاشم وأيضا زهير العروبي. الجميع يعلم يقينا على أن الأمور حسمت، وأن اللقاء حسم، وأن الوداد أبدع، وأن اليوم الوداد أبدع وأتقن. اليوم الوداد صنع، اليوم الوداد وصل إلى 5 أهداف هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. جاءت بهذه الكيفية، جاءت بهذه الطريقة، جاءت بهذه المهارة، جاءت بهذا الأسلوب، والكرة الخامسة في الشباك بإمضاء بوشواري الذي تمكن من زيارة الشباك ليكون هو خامس لاعب يضع الكرة في شباك فريق سانتي كوتوكو من ناسي من الجهة اليسرى. تمريرة بهذه الكيفية، ثم بعد ذلك عبد الغفور الميرات، ثم التحضير من الزمراوي ببراعة بفنية، ويأتي من يسجل.